الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم باسم جمعية لقاء وباسم إدارة مسجد الشورى وباسم شيخنا الفاضل الشيخ عدنان إبراهيم بهذه الأمسية المباركة إن شاء الله، التي ستأخذ مكانة الإمام الغزالي بعد 900 سنة من وفاته. فقد تعارفت الأمم وخاصة الأوروبية منها أن يتذكر العظماء خلال كل 100 سنة، ويعود الناس ليتذكروا أخبارهم ويتعلموا مما تركوا لنا في هذه الأيام. وحري منا نحن معاشر المسلمين أن نتذكر فيها أئمة عصورنا، ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي الذي أكثر إلى الآن في أوروبا بست سيلر. كتبه المعروفة إلى الآن تباع بشكل كبير ويهتم به دور النشر إلى يومنا هذا. ومن هو حري بأن يحاضر بالإمام الغزالي أكثر من شيخنا الفاضل الشيخ عدنان إبراهيم، الذي يجمعه بينه وبين الإمام الغزالي نقطة تذكرتها وربما هي الأصوب إن شاء الله، وهي البحث عن الحقيقة وشجاعة القول بالحق. وكما تعارفت الجميع أن على المقدم أن يقدم المحاضر ولو كان ليس بحاجة إلى تعريف، فنأتي بنظرات سريعة من حياة شيخنا الفاضل الذي ولد في غزة المباركة، نسأل الله لها تحريرا وعزة، وبعدها درس الطب في يوغوسلافيا القديمة، وهو يعيش من حوالي 20 سنة في النمسا بلده الثاني، وربما عاش بها أكثر من بلاده الأولى، وهو من أشهر علماء النمسا وأوروبا، ودعونا نقول علماء الأمة الإسلامية دون ما أي حرج وأي تردد في هذا المقام. وقد سئلنا من كثير من الناس، وأكثرهم من الصحفيين وبعضهم من إخواننا أبناء أمتنا الإسلامية، ما سبب إعجابكم بهذا الشيخ؟ الشيوخ كثيرون والعلماء غزيرون، وفي أيام اليوتيوب والإنترنت وغير ذلك هناك ما هب ودب في هذه الأمة. فكان لنا أجوبة كثيرة أطرح عليكم منها ثلاثة، وبعدها ننتقل إلى شيخنا الفاضل في هذه المحاضرة المئوية. أولها العلم الغزير والموسوعي الذي غطى به في حياته العلمية والخطابية والتدريسية أمورا كثيرة، ربما لم يترك مشكلة من مشاكل الأمة دون ما أن يتطرق إليها ويفصل بها بحثا وشرحا وتفصيلا. أما الأمر الثاني فهو شجاعته الدخول على مواضيع إشكالية تعبت منها الأمة، ودخل على مواضيع كثيرة منها نذكر منذ أكثر من 10 و15 سنة. هذا مهم، وخاصة للإخوة والأخوات الذين تعرفوا على الشيخ من خلال الإنترنت في السنوات الأخيرة، ليعرفوا أنه تطرق إلى مواضيع إشكالية في هذه الأمة منذ أكثر من 15 سنة و20 سنة، ليس شيئا جديدا. فأولها مثلا سلسلته عن حقوق المرأة، وصدم بها الكثيرين من أقوال كثيرة مؤصلة في الشريعة الإسلامية عن حقوق المرأة وعن تحريم أي إذلال لها وأي أخذ لحقوقها. مواضيع أخرى كانت موضوع الاستبداد السياسي، وخاصة
في التاريخ الإسلامي في حقبات كثيرة مع أمثلة كثيرة. مواضيع تفصيلية مثل موضوع ختان الأنثى، عندما كانت الفكرة موجودة كثير من الإخوة قالوا اتركوا هذا الموضوع، موضوع إشكالي. الشيخ أبدى لنا أنه ليس إشكاليا وليس إسلاميا، وكان لمحاضرته صدى حتى في رحاب الأزهر الشريف في عام 2006. مواضيع أخرى مواضيع عمر السيدة عائشة رضي الله عنها فصل فيها تفصيلا. مواضيع حد الردة، أنه لا يقتل الإنسان برأي حتى ولو كان كفرا، أفاد به وأجاد. موضوع حد الرجم وعدم وجوده في القرآن أيضا أعطانا منها الكثير، إضافة إلى تفاصيله في العلوم الشرعية، منها سلسلة أصول الدين، سلسلة النحو، التوحيد وغير ذلك، سلسلة حتى إحياء علوم الدين الذي سنطرحه اليوم أيضا. في هذا السياق كله نتذكر في هذه اللحظات أيضا المحاضرة القيمة التي ننصح أيضا بسماعها في 2008 وهي 800 سنة على وفاة جلال الدين الرومي، فهذا أمر مهم جدا. والثالثة، وقد كنت في الطريق إلى هنا مع أخي وعزيزي بسام قباني، وتذكرنا نقطة مهمة، وهو أن ما ربما أحد الأمور التي تفرق بين الشيخ عدنان وغيره من المحاضرين أنه عند أعطاه الله قوة التفصيل في الأمر دون ما تضييع لثوابت الأمور، وبنفس الوقت تثبيت للثوابت بتفصيل لا يحتاج بعده إلى سؤال. هذه النقطة الثالثة التي أردنا أن نقاسمكم إياها إن شاء الله، وننتقل إلى شيخنا الفاضل لبداية المحاضرة. 900 سنة ذكرى وفاة الإمام حجة الإسلام الغزالي أبو حامد. سيكون بعد ذلك إن شاء الله مجال سريع لأخذ بعض الأسئلة، الإخوة والأخوات اللواتي والذين يحتاجون إلى بعض الأسئلة يعطوني إشارة إن شاء الله، وسيكون هناك مجالا لوضع بعض الأسئلة لشيخنا الفاضل. تفضل شيخ عدنان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، واهدنا إلى أرشد أمورنا، اللهم آمين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وشكر الله لكم اهتمامكم وأثابكم على خطواتكم، وأبقى لكم بإذن الله تبارك وتعالى من هذه المحاضرة التي أرجو ألا تكون طويلة وشاقة فائدة وعائدة تستنيرون بها إن شاء الله تعالى ببركة إمامنا الجليل المترجم له ولفكره وعمله في هذه المحاضرة عوائد وأثمارا شهية في دنياكم وأخراكم، اللهم آمين. وأشكر في بداية كلمتي أخي الفاضل أبا عدنان على هذا التقديم الذي أثقل به كاهلي، ونعتني فيه بما لا أستحقه، فجزاه الله خيرا وجزاكم جميعا على حسن ظنكم. إخواني وأخواتي، يظن في العادة الفرد برأس ماله المادي ويحوطه من جميع جوانبه، وحري بالأمم أن تظن برأس مالها الرمزي وأن تحوطه من جميع جوانبه. ومن أعظم ما يتقوم به رأس مال الأمم الرمزي هو سير
وآثار وأعمال وثمار قرائح فهوم علمائها وعظمائها وخالديها. وإذا ذكر عظماء هذه الأمة المرحومة من بعد الجيل الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والأئمة الأعلام، قفز للتو اسم له هيبة ووقع وجرس ورنين وجمال، إنه حجة الإسلام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي رضوان الله تعالى عليه. ما سر هذه الهيبة وهذا الجلال وهذا الألق وهذا الجرس والرنين الذي يتمتع به إمامنا حجة الإسلام الغزالي؟ طبعا أيها الإخوة، هذا الكلام الذي بدأت به ليس كلاما إنشائيا شاعريا، إنما هو تقرير لحقيقة تقريبا تسالم عليها معظم، لا أقول كل، لكن معظم من تطرق بالدرس الواسع المستبين لحياة هذا الإمام وأعماله وأفكاره. حتى قال بعضهم وهو الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي، يعني قل أن نظر أحد في كتابه يعني الإحياء إلا تيقظ. يوجب تأثيرا هذا الرجل، أفكاره كلماته صياغاته توجب تأثيرا في نفس قارئه. الدكتور العلامة المؤرخ حسين مؤنس رحمة الله عليه رحمة واسعة، من كبار مؤرخينا في القرن العشرين أيها الإخوة، وأن توفي في أول 21، قال أبو حامد الغزالي أجمل وأبهى صورة إنسانية للإسلام عرفها العالم. نعم، إذا أردت أن تعرض أبهى صورة، طبعا كما قلنا باستثناء الجيل الأول، باستثناء الجيل الأول نتحدث عن الأئمة والعلماء يعني الكتاب والمؤلفين، فأبو حامد الغزالي يبقى أبهى صورة لا يقارن به غيره. لماذا؟ حسين مؤنس كتب هذا في كتاب وقفه على تاريخ نجوم سماء الفكر الإسلامي، تاريخ موجز للفكر العربي، تاريخ موجز، وهو كتاب جميل جدا تمتعت بقراءته في صباي الباكر، تاريخ موجز للفكر العربي للدكتور حسين مؤنس. الأستاذ الكبير عباس العقاد رحمه الله تعالى في محاضرته الشهيرة بعنوان أو تحت عنوان فلسفة الغزالي قال: لم يعرف لا المشرق ولا المغرب مفكرا ذا ملكة كالتي تمتع بها أبو حامد الغزالي، الملكة الفكرية الفلسفية التجريدية، ليس له نظير. هذه كلمة لم يلقها الأستاذ الكبير عباس العقاد هكذا على عواهنها. نحن اليوم سنحاول أيها الإخوة أن نأتي بطرف من البراهين الكثير عليها لتروا سعة رحاب هذا العالم وبعد غوره وقوة منادحه. أيها الإخوة، شيء عجيب. أبو حامد من الصعب كما قال الميهني رحمه الله تعالى، قال: لا يعرف فضل علم هذا الرجل وعقله أو فضل عقله إلا من قارب الكمال أو اكتمل في عقله. لابد أن تكون كاملا أنت حتى تستطيع أن تفهم من هو الغزالي. وهذه كلمة للتاج السبكي عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى أبيه، تعليق واسع، ربما نتلو عليكم شطرا منه إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال، أبو حامد الغزالي إذا ذكر، وهذه الملاحظة سجلها شيخ الأزهر العلامة مصطفى المراغي في وقته رحمه الله تعالى، وأثرت عنه وزبرها أكثر من مؤلف بعد ذلك. الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي يقول: في العادة إذا ذكر اسم إمام من الأئمة يتبادر فن من الفنون معروف، إلا ما يكون أو ما كان من شأن أبي حامد. فإذا ذكر أبو حامد فإنك أمام رجال لا أمام رجل واحد، أنت أمام الفقيه الذي جدد المذهب، حرر المذهب الشافعي كما قيل بكتبه الأربعة المشهورة، الوجيز والوسيط والبسيط والخلاصة. حرر المذهب إمام أحسن الله خلاصة ببسيط ووجيز. البسيط والوجيز قلنا لا 4، البسيط والوسيط ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة، أحسن الله خلاصه في الأول يقول.
فأنت أمام أبي حامد الفقيه الموعب الذي حرر المذهب. إذا ذكر الأصول أنت أمام أصولي لا يشق له غبار، يكفي أنه صاحب المنخول في بداية شبابه. في بداية شبابه كان في العقد الثالث، في أواسط العقد الثالث، علقه من علم أستاذه شيخ الحرمين إمام الحرمين عبد الملك الجويني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 78 و400. قال العلامة الحافظ ابن النجار صاحب التاريخ الكبير رحمة الله تعالى عليه، قال لما وضع المنخول ورآه أستاذه قال له دفنتني حيا هلا صبرت؟ لقد غطى كتابك على كتابي، وكتابه هو البرهان. وهذه يعني مسألة فيها مبالغة ومن تواضع الجويني أعتقد إن ثبتت عنه، وإلا فالبرهان يفوق المنخول بمراحل. من قرأ الأصول وقرأ المنخول وقرأ البرهان، البرهان يفوق منخول غزالي بمراحل، وقد ألفه شابا. أما المستصفى نعم، المستصفى يمكن أن يكون ثاني البرهان، وقد ألفه قبل وفاته بسنتين عام 503 للهجرة أبو حامد الغزالي رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي قال فيه العلامة الإمام ابن خلدون في المقدمة قال أعظم كتب الأصول يعني بالإطلاق البرهان للجويني والمستصفى لأبي حامد على الإطلاق. تريد أن تكون أصوليا من درجة أولى لابد أن تدرس بتعمق وبسطوع هذين الكتابين الجامعين، برهان على أن المستصفى أقرب بكثير، أقرب متناولا وأسهل وأحسن ترتيبا وأجود صياغة وعبارة من البرهان. البرهان صعب معقد، يسمى لغز الأمة، يسمى لغز الأمة، من أصعب الكتب على الإطلاق. المستصفى على العكس، على أنه عميق ومحرر لكن بسيط وجميل. أيوة، فقد أوتي أبو حامد الغزالي لا أقول سعدا ولا سعادة، إنما سعودا في التصنيف. ربما لم يرزق مؤلف إسلامي ما رزق أبو حامد أيها الإخوة، سبحان الله، من القدرة على الديباجة الحسنة والصياغة الدقيقة الناصعة المتألقة. فهو بلا شك في رأس من يتقدم الطبقة الأولى أو من يمثل الطبقة الأولى من المصنفين. أبو حامد مستحيل. أبو حامد يقرأ ويفهم، ثم إذا أراد أن يصوغ ما قرأ صاغه على أنه من ذوب فؤاده ومن بنات أفكاره ومن لدناته. يمكن أن يضارعه في هذا، لكن ينحط عنه بشيء بسيط ابن خلدون. والفرق بينهما أن أبا حامد كلامه مسربل بالإخلاص، ممزوج في عين التقوى، يؤثر، يهز المشاعر أيها الإخوة. ابن خلدون قوي، مؤلف قوي كما قلنا، يعني يمكن أن يضارع أبا حامد. لكن دون هذه الطبقة مثلا أمثال ابن تيمية، دون الطبقة الثانية أمثال السيوطي، جماعة كما أشار إلى ذلك الأستاذ الكبير المرحوم علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه. على كل حال نعود. فأبو حامد الغزالي أيها الإخوة نسيج وحدي، وهو رجال جمعت في رجل، جمع الله فيه ما تفرق في غيره. هو الفقيه نعم، وهو الأصولي نعم، وهو المتكلم صحيح. لم يكن تبريزه في علم الكلام كتبريزه في الأصول والفقه، دون ذلك، على أنه متكلم عظيم، لكن دون تبريزه في الأصول والفقه. وتقريبا كل من نقده ودرسه وافقوا على هذا، بما فيهم السبكي الذي ترجمه أطول ترجمة بين أيدينا. أطول ترجمة متاحة لنا هي ترجمة عبد الوهاب تاج الدين عبد الوهاب السبكي، ابن السبكي الكبير، في طبقات الشافعية الكبرى في المجلد السادس، في زهاء 200 صفحة، في زهاء 200 صفحة، نصفها لتخريج أحاديث الإحياء التي لم يوجد لها سند، وهي 943 حديثا، 943 حديثا في 100 صفحة. والنصف الثاني ترجمة، والنصف الثاني ترجمة على عادة وطريقة ومنهج القدماء في الترجمة للأئمة والأعلام النبلاء رضوان الله على الجميع. ثم بعد ذلك هو المنطق الذي لا يشق له غبار، وله إسهاماته في علم المنطق وتقريبه وكشف بعض معضلاته، محك النظر، معيار العلم وغير ذلك. وبعد ذلك هو الفيلسوف على تسامح. سنعود إلى هذه المسألة، هل يجوز أن يسمى من ضرب الفلسفة ضربة قاصمة كما يقال، ومن أراد تهديم بنائها فيلسوفا؟ أنا لا أستطيع إلا أن أسميه فيلسوفا. لقد كان فيلسوفا أيها الإخوة، وهو ينازل ويصاول ويجاول الفلسفة، ينافح ضدها عن عقائده الإسلامية، لكنه كان فيلسوفا. وانطبق عليه قول شيخ الفلاسفة أرسطو، قال كل الناس فلاسفة حتى الذي يعادي الفلسفة حين يذهب يعاديها إنما يتفلسف. أرسطو قالوا إذن أكبر متفلسف في عصره أبو حامد الغزالي. لقد كان فيلسوفا بلا شك، لقد كان
فيلسوفا في كتابي أو في كلا كتابيه الشهيرين. والثاني أشهم الأول، مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة. مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة. على أنه أيضا إلى ذلكم هو المتصوف المتروحن السالك المريد والواصل المنتهي، الذي شهد له أبو العباس المرسي شيخ مولانا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنهما، قال: أنا أشهد له بالصديقية العظمى. أبو العباس المرسي يقول هذا، أنا أشهد له، قال، بالصديقية العظمى. فأين راح وأين طاح كلام من قال الغزالي تفضل وتطفل على كتب الصوفية ولم يكن له أنس، لم يكن أنيسا، يعني متأنسا. الغزالي لم يكن له أنس أو لم يكن أنيسا بمصطلحاتهم ومرامزهم، لم يكن أنيسا. هذا كلام من لم يعرف لا التصوف ولم يعرف الغزالي. أما أبو العباس المرسي القطب في زمانه قال: أشهد له بالصديقية العظمى، بالصديقية العظمى. وإن لم يحصل الغزالي أيها الإخوة ما لم يتحصل عند غيره في 10 سنين ترك فيها الجاه والسطوة والسلطة والعلم والمال والدنيا وما فيها من أجل البحث عن الله ووجه الله تبارك وتعالى. من الذي يتحصل؟ أمثالهم البطالين الذين يجلسون بين صحائف الكتب فقط يشققون الكلام بزعمهم؟ كلا، هذا نوع من الظلم للأسف. فلا يؤخذ كلام كل عالم ولا كلام كل مترجم في أعلام العلماء والأئمة. للأسف هناك بعض الكلام ينطوي على ظلم وينطوي على تهور ومهاترة، مجازفة، عجرفة في الكلام أيها الإخوة. قال لك غير أنيس بمصطلحاتهم، شيء عجيب. فهو الصوفي. وأخيرا وإن لم يكن بالآخر المطلق أيها الإخوة، هو فيلسوف الأخلاق، هو الأخلاقي، عالم الأخلاق الكبير. رسالة الدكتوراه للدكتور زكي مبارك كانت عن الأخلاق عند الغزالي، من أكبر فلاسفة الأخلاق ومن أكبر علماء الأخلاق إلى اليوم. في المحاضرة إن شاء الله في الأسبوع المقبل في الجامعة النمساوية سيحاضر هناك أستاذ كبير، أستاذ في علم النفس نمساوي أيها الإخوة، عن أبي حامد الغزالي والسيكولوجيا، علم النفس. الرجل من المؤسسين أيها الإخوة لعلم النفس ولعلم التربية، ومن المساهمين إسهاما مقدورا ومشكورا في فلسفة الأخلاق، في فلسفة الأخلاق، خاصة في موسوعته الجامعة إحياء علوم الدين. إذن أيها الإخوة، عودا على بدءنا مع الشيخ الأكبر مصطفى المراغي، إذا ذكر الغزالي تبدى لك رجال أمة من الناس تحت تحت مسلاخ رجل واحد، هو أبو حامد الغزالي. إن أبا حامد كان أمة، إن أبا حامد كان أمة، لكن لا أمة من الطغام أيها الإخوة أو الأغمار، إنما أمة من الأئمة النبلاء في شتى العلوم، في شتى العلوم، كما شهد الحافظ ابن كثير، وسيأتيكم بعيد قليل. أنا الآن سأجتزئ بشهادات بعض العلماء الأئمة أيضا في فنونهم وتخصصاتهم، لنرى نمطا من تقدير هؤلاء الأجلاء لهذا الإمام الحجة الذي استحق ولا يزال، وأعتقد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا اللقب بجدارة تامة كاملة: حجة الإسلام. هو حجة الإسلام حقا، لا مبالغة وتهورا. معاصره الشيخ الإمام الحافظ عبد الغافر الفارسي، وكان إماما حافظا ثقة، وهو إمام وخطيب نيسابور، وهو إمام وخطيب نيسابور، وترجم له ترجمة يعني جيدة وواسعة إلى حد ما. قال رحمة الله عليه: أبو حامد الغزالي حجة الإسلام والمسلمين، إمام أئمة الدين، من لم تر العيون مثله لسانا وبيانا ونطقا وخاطرا وذكاء وطبعا. ثم أخذ في الكلام أيها الإخوة إلى أن قال متوسطا كلامه في ترجمته: وما لقي مثل نفسه، يعني لم يكن له نظير في وقته. أبو حامد لم يرى مثل نفسه لأنه لم يكن له نظير. أين مثل أبي حامد في عصره؟ وربما في أعصار سبقت وأعصار لحقت أيها الإخوة. أين مثل أبي حامد رحمة الله تعالى عليه؟ عجوبة من أعاجيب الزمان رحمة الله عليه. تلميذه محمد بن يحيى، تلميذ الغزالي، والأفصح نقول تلميذ بدل تلميذ. تلميذه محمد بن يحيى قال: الغزالي هو الشافعي الثاني، الشافعي الثاني. هناك قصة مرت بي ولا أستحضر الآن أين مرت بي على التدقيق، لكنها لطيفة يذكر فيها، والله أعلم بحقيقة ذلك، لكن لم أرى حتى السبكي ذكرها، وهو يعني أكثر من أسهب في ترجمة إمامنا رحمة الله عليه.
يقال إن أبا حامد في آخر حياته لما استبحر في العلم وقعد فيه مقعدا لم يقعده غيره من معاصريه أيها الإخوة، وهو يشهد لهذا بنفسه. والاعتداد أيها الإخوة، الاعتداد شيء يختلف عن الزهو ويختلف عن الكبر ويختلف عن التبجح. الاعتداد قد يصدر من كبير ولا يؤثر في مقامه، بالعكس أيها الإخوة. فعلى الصغار أن يفهموا فلسفة اعتداد الكبير بنفسه، وهذا ثابت في حق الأجلة حتى من أصحاب رسول الله. فأبو حامد حين يخاطب حتى ملك خراسان أو سلطان خراسان سنجر يذكر أيها الإخوة أنه صار إلى حالة من العلم والفهم ليس له نظير في وقته. هو يذكر هذا بعد تصوفه وبعد وصوله إلى الله، وهو يعلم هذا من نفسه. يقول هذا من باب التحدث بنعمة الله، لعلنا نقرأه بعد قليل. يقول أنا مارست العلم 40 سنة، 40 سنة، حتى صار غاية معظم علماء عصري أن يفقهوا بعض قولي، مش أن يقولوا مثل قولي. إذا بيحاولوا يفهموا كلامي بيكونوا كويس منهم يعني. وهذا يقوله وهو في آخر حياته في مراساته للسلطان سنجر، ويتكلم باعتداد أمام سلطان مهيب وكان فيه نوع من الغضب هذا سنجر ويثقل عليه القول جدا. أبو حامد لم يكن ممن يرائي الوزراء والسلاطين، وسترون اليوم كيف كان يتصدى لهم، شيء عجيب رحمة الله تعالى عليه. نعم ويعتد بعلمه ودينه وتقواه ونزاهته، ويقول لهم بالفم الملآن والضرس القاطع لا أحتاجكم ولا أحتاج إلى دنياكم فقد كببتها على وجهها، اذهبوا ولن تسمعوا، قال لهم لن تسمعوا مثل هذا القول من أحد سواي. لقد أعلن يأسه من علماء عصره، علم أنهم متمعيشون بالدين، قال هذا، قال لن تسمع هذا إلا مني. أنا الآن يبدو أنني الوحيد الذي أغرد في هذا السر، وحيد، هكذا قال رحمة الله تعالى عليه. شيء عجيب. على كل حال، ففكر أبو حامد الغزالي أيها الإخوة أن ينشئ مذهبا خامسا سنيا طبعا غير المذاهب الأربعة، لكنه عدل عن ذلك. فما السر؟ ما الحكاية؟ قيل إنه سنح له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا في المنام. رأى الرسول واقفا وإذا بالإمام أبي حنيفة أو مالك، لا أدري الأسبق في الرؤيا يعني. فجاء ألقى التحية وصافح رسول الله، ورسول الله بيمينه الشريفة أشار إلى الحائط ففتح باب فدخل مالك أو أبو حنيفة، وهكذا اتفق لأبي حنيفة. وجاء الشافعي صافح النبي فتح له باب فأشار النبي إلى الغزالي أن يتبعه، ادخل من ورائه. فعلم أن هذا مقدور عليه أن يحيا وأن يموت شافعيا، الله أراد هذا. فظل على مذهبه. إن صحت هذه الحكاية فهي حكاية عجب تدل على مقدار هؤلاء البشر، هؤلاء الناس عند الله تبارك وتعالى. الله يحوطهم، الله يحفظهم من نوش نفوسهم أيها الإخوة، ومن نوش وساوس وخواطر الإنس والجن. لهم مقام عند الله. نسأل الله أن يعلي مقاماتنا. نعم، الإمام أسعد الميهني قال لا يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله إلا من بلغه أو كاد يبلغ الكمال في عقله، وهذا شيء صعب. والإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي في ترجمته الضافية لإمامنا استحسن هذا الكلام جدا، فقال قلت يعجبني هذا الكلام، فإن الذي يحب أن يطلع على منزلة من هو أعلى منه في العلم يحتاج إلى العقل والفهم. فتخيل الآن حين يتنطع سفيه أو عامي لا يحسن قراءة آية أو إعراب آية فيتكلم في العلماء وينصب نفسه حكما وقاضيا بين العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدرس. داهية ما لها من واهية، داء لا يتطبب، داء لا يتطبب، وجرب معدن وسم قتال. قال يحتاج إلى العقل والفهم، فبالعقل نعم يميز، وبالفهم يقضي. تحكم لابد من فهم لكي تحكم. ولما كان علم الغزالي في الغاية القصوى، علم عجيب، هذا بحر، احتاج من يريد الاطلاع على مقداره أن يكون تام العقل. وأقول لابد مع تمام العقل من مداناة مرتبته في العلم. العقل وحده لا يكفي. أحيانا يكون المرء ذكيا جدا وعاقلا لكن لا علم لديه، لم يعرف الحقائق، لم يقرأ الحقائق، أليس كذلك؟ لابد إذن أن يضفر سعي العقل بتعب وجهد ماذا؟ وجهد العلم.
بد أن يظفر هذا، فيكون هذا السدى وهذا اللحمة، هذا السدى وهذا اللحمة، ومنهما يكتمل إيه؟ يكتمل نسيج الفهم الحق. نعم. قال إيه؟ وحينئذ فلا يعرف أحد ممن جاء بعد الغزالي قدر الغزالي ولا مقدار علم الغزالي إلا بمقدار علمه. مقدار علم إيه؟ هذا الناظر في علم الغزالي، على مقدار علمك أنت إيه؟ تستطيع أن تدرك علم الغزالي. كلما اتسع علمك اتسع الغزالي في نظرك، أليس كذلك؟ تماما، هذا بدهي، وهذا في حق الله، معرفتهم لله، في حق رسول الله، في حق من هم أعظم وأجل منا. لا تستطيع أن تدرك مقداره إلا إذا إيه؟ ولذلك من لم يدرك مقدار هؤلاء الأماثل ربما ظن الكمال فيهم نقصا. يعني أحيانا الإنسان إيه؟ تعتريه أحوال أو تبرز منه أشياء تدل على كماله، يراها الناقص إيه؟ دالة إيه؟ على نقصه، لأنه لا يفهم دلالتها على مدلولها الحق، لا يفهم دلالتها على مدلولها الحق لجهله. فنعوذ بالله من داء الجهل، أعظم فتنة أيها الإخوة، وأعظم داء عضال عياء الجهل. نعوذ بالله من الجهل. نعم. أما بمقدار علم الغزالي فلا، إذ لم يجئ بعده مثله، يقول السبكي. ثم المداني له إنما يعرف قدره بقدر ما عنده. لا، وهذا من الذي يقوله؟ تاج الدين عبد الوهاب السبكي، الذي يقرأ هذا الكتاب، أجمل كتاب ألف في الطبقات، طبقات الشافعية. ليس لأحد قلم إيه؟ الإمام السبكي. عجيب هذا الرجل، عجيب. هذا الرجل بلغ 40 من عمره وتحدى علماء عصر الذين نفسوا عليه فضل الله كما نفس على أبي حامد الغزالي. أبو حامد مات وهو متهم بالزندقة وأبو الكفر، والعلماء يرمونه عن قوس واحدة، ومكروه بين العلماء طبعا لأنه متميز سابق لعصره. طبعا الآن الناس يظنون أن أبا حامد كان في عصره يعني معترفا به عند الكل. لا 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 لا, لا. كثير جدا من علماء عصره اتهموه بالزندقة والهرطقة والكفر وأنه عدو الإسلام وأنه حسدا من عند أنفسهم. ويذكر هذا إيه في رسائله، هذه رسائل فارسية لأول مرة تطبع على فكرة، لأول مرة تطبع رسائل أبي حامد الفارسية، يذكر هذا ويذكر طرفا منه في مناسبات عدة أيها الإخوة. نعم. ثم المداني، فعبد الوهاب السبكي تاج الدين ادعى في 40 من عمره كما في معيد النعم ومبيد النقم له، من أمتع الكتب أيضا في الإصلاح الاجتماعي والإداري هذه والسياسي، هذه الكتيب الصغير العظيم الفائدة. يقول أنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق، لا يقدر أحد يرد علي هذه الدعوة. قول لي بقدر، تفضل ناقشني، أنا مجتهد مطلق اليوم. قال لهم أنا مجتهد 40 سنة، ومع ذلك انظروا إلى التواضع ومعرفة القدر. هذا المجتهد يعرف قدره بالنسبة إيه؟ إلى أبي حامد الغزالي. قال وين؟ لم يأتي بعده مثله. ويأتينا أيها الإخوة بعض من يترسم برسوم العلماء ويتنمس بنواميسهم ليحاضر في العاثرين البائسين من أمثاله الذين إيه؟ ضرب عليهم القضاء بضربته فصاروا تلاميذ لهذا إيه؟ الخاسر الخائب أبو حامد الغزالي الكافر. محاضرة لمن يدعي العلم والمشيخة والتسنن والتمسلف ويؤلف كتبا ويحقق. في مصر الكنانة للأسف الشديد ابتليت بهؤلاء. أبو حامد الغزالي الكافر. لا، صدقناك. علينا أن نعرف، جميل يعني أن أخي أبا عدنان اقترح هذه المحاضرة، أن نعرف علماءنا وأقدار علمائنا ومناهج علمائنا حتى نستطيع أن نميز هؤلاء الأصاغر الفروخ المتنمسين الذين لا يجدون عن كونهم دخلاء أيها الإخوة، دخلاء طفيليات سامة وقاتلة. الكافر سوف نرى الآن شهادات السبك الكبير والذهبي وابن كثير والجويني وأئمة الإسلام في أبي حامد الكافر، ما شاء الله. نعم. يقول إيش؟ سمعت الشيخ الإمام رحمه الله. طبعا الشيخ عبد الوهاب السبكي حين تقرؤون له يقول دائما قال الشيخ الإمام، هو الوالد والده تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي قدس الله سره. نعم. وهذا كان مجتهد الشافعية وقيل مجتهد الإسلام في عصره. أبوه شيء عجيب، أبوه أوسع دائرة منه في العلوم الشرعية، أوسع دائرة من الشيخ عبد الوهاب أبوه بلا شك، وظل تلميذا متواضعا بين يديه إلى آخر حياة الشيخ الكبير رحمة الله عليهم أجمعين. قال سمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبته وخالطه مع ذلك، لابد حتى مخالطة. قال وإنما يعرف قدره بمقدار ما أوتيه هو، إلى آخر هذه العبارة الجميلة. طيب نعود. الإمام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء قال الشيخ
الإمام البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، صاحب التصانيف والذكاء المفرط، أبو حامد ابن محمد ابن محمد ابن محمد إلى آخره، في خاتمة الترجمة وهي طويلة إلى حد ما قال: فرحم الله الإمام أبا حامد فأين مثله في علومه وفضائله؟ أين مثل أبي حامد؟ قال: ما في، ليس له مثيل. هذا مين؟ الذهبي. الإمام السبكي الكبير كما قلنا، أبو الحسن والد الشيخ عبد الوهاب، المتوفى سنة 56 و700 رحمة الله تعالى عليه، والذي أحد الذين تصدوا لابن تيمية رحمة الله على الجميع ورد عليه بمؤلفات حافلة في مسائل زيارة النبي وشد الرحال، وفي مسألة الطلاق بالثلاث ومسائل أخرى. أقوى من تصدى لابن تيمية الشيخ السبكي الكبير، مجتهد الإسلام. قال السبكي الكبير: وماذا يقول الإنسان في الغزالي؟ طبعا في رسالة طويلة زهاء 4 صحائف أوردها التاج هنا كاملة، أنا اجتزأت منها بهذه العبارة، طويلة وجميلة فيها فوائد. قال: وماذا يقول الإنسان في الغزالي؟ وفضله واسمه قد طبق الأرض، ومن خبر كلامه عرف طبعا يقال أنه فوق اسمه. اسمه معروف، اسمه أصبح ماركة مسجلة، أبو حامد الغزالي حجة الإسلام. قال: من عرف علمه يعرف أن حقيقته أكبر من اسمه، أكبر من شهرته. قريب من هذا الكلام على أنه أجمل منه ما ذكره تلميذ الغزالي القاضي أبو بكر ابن العربي، تناولناه بالنقد الذي أمس في الخطبة رحمه الله وعفى عنه وسامحه، صاحب العواصم من القواسم، وصاحب قانون التأويل وسراج المريدين، وصاحب طبعا عارضة الأحوذي والكتب الكثيرة. هذا التلميذ أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 43 و500، أبو بكر ابن العربي القاضي، مش الصوفي محي الدين الطائي. له كتاب اسمه قانون التأويل، طبع في دار الغرب الإسلامي محققا. نعم. قال في قانون التأويل: ورد علينا ذا نشمند، وهي كلمة فارسية تعني الشيخ الكبير، ذا نشمند. ورد علينا ذا نشمند فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية في بغداد التي بناها نظام الملك الوزير السلجوقي المشهور، سنأتي عليه بعد قليل، معرضا عن الدنيا مقبلا على الله. فمشينا إليه وعرضنا أمنيتنا عليه، وقلت له: أنت ضالتنا التي كنا ننشد، وإمامنا الذي به نسترشد. فلقينا لقاء المعرفة، ورحب بنا ترحيب الصديق، وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة. كيف وصف لنا أبو حامد؟ أبو حامد أبو حامد؟ لا، أكبر من الصفة. وفي العادة دائما أن يكون أن يكون الخبر أقل من من الخبر، أليس كذلك؟ وأن يكون الواقع أدنى من من الصفة. لا، إلا ما كان من أبي حامد أكبر مما يوصف به الرجل. عجيب في عقله وعلمه وروحانيته. وتحققنا، يقول أبو بكر العربي، وتحققنا أن الذي نقل إلينا من أن الخبر على الغائب فوق المشاهدة، يعني فوق الخبر، ليس على العموم، مش قاعدة 100%، هذه لها شواذ. أبو حامد من شواذها قال هذا مع الكلام. ولو رآه علي ابن العباس لما قال: إذا ما مدحت امرأ فلا تغلو في مدحه واقصدي. فإذا ما مدحت امرأ يوما فلا تغلو في مدحه واقصدي، فإنك إن تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فيصغر من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد. قال لا، لما قال كده. يقول لك: صف وامدح واحتكم في أبي حامد فإنه فوق الصفة وأعلى من المدحة. هذا معنى كلام ابن العربي رحمه الله. على كل حال، الإمام عبد الوهاب السبكي في هذا الكتاب، انظروا إلى عبارته، وهكذا في معظم التراجم، رجل عجيب عنده قلم سيال وديباجة من أحلى ما يكون، تقطر عسلا. الشيخ السبكي ماذا ترجم له هنا في أوسع الترجمة؟ قال: وعبد الوهاب السبكي كما قلنا ابن أبي الحسن، متوفى سنة 71 و700 حتى نعرف. تاج الدين عبد الوهاب، تاج الدين عبد الوهاب، نعم، هذا لقبه وهذا اسمه. قال: حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام، جامع أشتات العلوم والمبرز في المنقول منها والمفهوم. جرت الأئمة قبله بشأو ولم تقع منه بالغاية، ولا وقف عند مطلب وراءه مطلب لأصحاب النهاية والبداية. أسماء كتب للغزالي، شوف الفهم، هذه أسماء كتب الغزالي. لأصحاب النهاية والبداية حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله المرء مذهب. حتى أخمل من القرناء كل خصم، بلغ مبلغ السهى، وأخمد من نيران البدع كل ما لا يستطيع أيدي المجالدين مسها.
كان رضي الله تعالى عنه ضرغاما إلا أن الأسود تتضاءل بين يديه وتتوارى، وبدرا تماما إلا أن هداه يشرق نهارا، وبشرا من الخلق ولكنه الطود العظيم، وبعض الخلق يعني وكان وبعض الخلق لكن مثل ما بعض الحجر الدر النظيم. جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السماء، وأفقر من الجدباء لقطرات الماء، فلم يزل يناضل عن الدين الحنيفي بجلاد مقاله، ويحمي حوزة الدين ولا يلطخ بدم المعتدين حد نصاله، حتى أصبح الدين وثيق العرى، وانكشفت غياهب الشبهات، وما كانت إلا حديثا مفترى. هذا كله في التقدمة. هذا مع ورع طوى عليه ضميره، وخلوة لم يتخذ فيها غير الطاعة سميرة، وتجريد تراه به وقد توحد في بحر التوحيد وباها، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. ترك الدنيا وراء ظهره، وأقبل على الله يعامله في سره وجهله. ثم أخذ في الترجمة، وكما قلت لكم هي أطول ترجمة في زهاء 200 صفحة. نعم. الحافظ ابن النجار رحمة الله تعالى عليه صاحب ذيل تاريخ بغداد مطبوع معه، وصاحب التاريخ الكبير، وهو من أشهد الكتب على سعة علم هذا الإمام الحافظ الكبير رحمة الله تعالى عليه، توفى سنة 43 و600. يقول: أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق، ورباني الأمة بالاتفاق، ومجتهد زمانه وعين أوانه، برع في المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة، وفهم كلامهم وتصدى للرد عليهم، وكان شديد الذكاء قوي الإدراك ذا فطنة ثاقبة وغوص على المعاني. أما شيخه إمام الحرمين عبد الملك الجويني، هذا شيخ الإسلام في عصره، شيخ الشافعية بالذات أيها الإخوة، وواحد من أذكى أذكياء الدنيا. بعضهم قال كان أذكى أذكياء الدنيا في عصره الجويني. شيء عجب هذا الرجل، صاحب البرهان وصاحب الإرشاد وصاحب الشامل وصاحب نهاية المطلب في دراية المذهب، الذي طبع من وقت قريب جدا من زهاء 3 سنين أيها الإخوة، أو كذلك في أكثر من 20 مجلدة. كتاب عجيب في الفقه الشافعي، لأول مرة يطبع محققا بعناية العلامة المصري المرحوم عبد العظيم الديب رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. هذا إمام كبير في الأصلين بالذات، أصول الدين يعني علم الكلام علم التوحيد، وأصول الفقه، وفي الفقه أيضا. نعم. أبو المعالي الجويني هذا أستاذ أبي حامد الغزالي. سمعنا كلمة كلمة دفنتني حيا، شهد له، مع أنه كان يتبجح به كما قال عبد الغافر، كان يتبجح به في الظاهر. تلميذي، شفتوا هذا تلميذي. قيل وكان ينطوي على على غير ذلك في الباطن، كان متنغصا منه، لأنه يعني شعر أنه سيكسف نوره، سيكسف نوره. الله أعلم، يعني لا أعتقد أن الكلام على البواطن يسوغ. من اطلع على باطن الإمام الجويني؟ بالعكس، لعله كان سعيدا جدا جدا جدا، وهذا من آثار إخلاصه. لكن هذا تهور بعض العلماء. عجيب يا أخي، أنتم تقولون كان يتبجح به في الظاهر، إذن هذا هو الظاهر لنا، يتبجح به والتلميذ. شفتوا هذا أبو حامد، هذا الغزالي، انتهينا. قال لك لا، ولعله كان متنغصا منه في الباطن. شو عجيب هذا يا أخي. الحكم على البواطن على فكرة من كلمات أبي حامد الطيبة جدا جدا التي أثرت عنه، أنك لا تجد عبدا يسيء الظن في الناس ويحكم في بواطنهم إلا من خبث باطنه وسريرته، والمؤمن الصادق حسن الظن بالخلق جميعا. أنا أعرف باطنه، هذا ظاهره، باطنه أسوأ من هذا يكون لسوءه هو، لسوء باطنه. والمؤمن الصادق بالعكس حسن الظن ببواطن الناس. فهذه كلمة لا تقال في الإمام الجويني رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم وسامحهم وعفى عنهم، ونحن معهم اللهم آمين. أبو طاهر السلفي رحمة الله عليه، هذا الإمام الحافظ الكبير الذي عمر بلغ 100 وجاوزها، ومتعه الله بصحته. تخيلوا هذا كان في 10 100، وكان يجلس المجلس الطويل يملي من حفظه، لا يخرم كلمة في السند ولا في المتن أيها الإخوة، ولا يتحرك، لا يغير جلسته. أبو طاهر السلفي، مش السلفي، السلفي. والسلفي بمعنى كلمة فارسية معناها مشقوق الشفا، مشقوق الشفا، فسمي السلفي وليس السلفي. يقول أبو طاهر السلفي: بلغنا
أن الإمام أبا المعالي الجويني رحمه الله تعالى قال في إيه؟ في تلاميذه، طبعا في أعظم تلاميذه هم ثلاثة: الخوافي والكيا وأبي حامد وأبو حامد عفوا. قال في تلاميذه إذا ناظروا، في تلاميذه إذا ناظروا التحقيق للخوافي، والحدسيات لأبي حامد للغزالي، والبيان للكيا، الكيا الهراسي، هذا أصله أندونوسي، علامة شافعي كبير صاحب أحكام القرآن مطبوع. وهذا الرجل له مقالة عجيبة وقوية جدا في يزيد بن معاوية، من أحسن ما كتب في يزيد. فضحه وهتك أستاره، الكيا الهراسي، تلميذ إيه أبي المعالي إيه الجويني. قال التحقيق للخوافي والحدسيات، طبعا لا تكون الحدسيات للغزالي إلا من فرط إيه ذكائه أيها الإخوة وصفاء فطرته. أبو حامد يقع على الحقيقة بضربة واحدة، شيء غريب الرجل هذا من فرط ذكائه رحمة الله. والحدسيات للغزالي عفوا للغزالي، والبيان البيان للكيا. كما قال أيضا الإمام الجويني رضوان الله تعالى عليه، قال الخوافي أسد مطرق، والغزالي بحر مغرق، أو قال مغدق، يجوز. والكيا نار تحرق. هؤلاء تلاميذي قال، فتكلم فيهم إيه مرتين. فهذه شهادة إيه الجويني في تلميذه. نعم. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر على نكمل إيه في حلقة إن شاء الله. سيكون لنا متابعة إن شاء الله في الحلقة القادمة في متابعة هذه المحاضرة القيمة لشيخنا الفاضل الشيخ عدنان إبراهيم فيما يتعلق بذكرى 900 سنة على وفاة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.